هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. ضيفنا ومعلمنا هذه الحلقة فضيلة الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم وبه دكتور سعيد. مرحبا أخ أحمد. الله يبارك فيك. ينهانا الإسلام عن اقتراف الإثم. يقول تعالى في محكم التنزيل في سورة الأنعام الآية 161: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ما هو ظاهر الإثم وما باطنه؟ هذا موضوعنا الافتتاحي. شيخنا السعيد، ربما عنواننا الذي كتبناه اليوم ذروا الآثام، ولكن ما هو ظاهر الإثم وما باطنه؟ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون الله سلمان وان دي ذويل نوان قعنان الفتوى. أخي أحمد، وفقتم في اختيار هذا العنوان خاصة في هذا الشهر المبارك الذي يسبق الشهر الفضيل، شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان الفضيل، تحضيرا للناس لاستقبال هذا الشهر المبارك. هذا العنوان حقيقة يهيئ خاصة للعصاة الذين تابوا، يهيئهم هذا العنوان الافتتاحي للمزيد من التوبة، والذين لم يتوبوا أيضا ينبههم إلى ضرورة التوبة، لأن تأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. أخي العزيز، ذكرتم جزءا من قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فالإثم أو المعصية ما معناه؟ يمكن أن نلخص معناه في جملة مختصرة: ارتكاب أو إتيان محظور والامتناع عن المأمور. فإذا أمر الله عز وجل بأمر ورفضه الإنسان وامتنع عن إتيانه فهذا إثم. وإتيان المحظور أي الممنوع هذا إثم. ولكن ربنا سبحانه جل جلاله نبهنا إلى أمر في غاية الخطورة، وهو الذين يغفلون عن بواطن الإثم. ظاهر الإثم معروف عند الناس، أي يستنكره الناس. مثلا إذا لاحظنا إنسانا ينتهك حرمة رمضان جهرا بوضوح، إثم ظاهر يستنكره الناس. إذا لاحظنا إنسانا يسب أخاه ويشتمه ويعيره، هذا أيضا أمر يستنكره الناس بالميزان الشرعي الذي يعرفون. فهناك موازين شرعية، وهناك موازين عرفية، وهناك موازين عقلية منطقية نحتكم إلى، وهناك موازين قانونية. يعني إذا شئنا النوع الرابع من أنواع الموازين من أنواع الميزان. فكلما لاحظنا سلوكا مخالفا لميزان من هذه الموازين يستنكره العقلاء ويستنكره الناس. والحديث قياس في الأثام كثيرة: السرقة وشرب الخمر وإلى آخره. هذه ظاهر الإثم، إثم ظاهر يأتيه الإنسان يستنكره المؤمنون بما انطلاقا من موازينهم الشرعية ابتداء، يضاف إلى ذلك الموازين الأخرى التي ذكرناها. ولكن هناك أيضا إثم آخر لا يرى، إثم آخر لا يرى. أخي أحمد، ممكن إنسان يفوت كما يقولوا في سكانير، يفوت في التحاليل الطبية، يقول له الطبيب قلبك سليم 100%. صحيح. يعني الجانب البيولوجي في الإنسان، قلبه البيولوجي سليم لا يشكو مرضا من الأمراض. ولكن إذا وضعنا هذا القلب
في ميزان الشريعة وفي سكانير نتاع الإسلام ممكن نلقاو عنده أمراض خطيرة وخطيرة جدا. مثلا مرض الحسد. الحسد مرض محله القلب، والحسد أصناف والحساد أصناف، هذا إثم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، يعني نهانا من هذا، عن هذا المرض، عن هذا الانحراف، عن هذا الإثم الحسد. قال لماذا؟ لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. فنبهنا إلى خطورة هذا الإثم كما نبهنا القرآن الكريم في قوله تعالى من شر حاسد إذا حسد. والحساد أصناف، هناك حاسد يتمنى زوال النعمة التي يملكها غيره. الحاسد يرى عند غيره نعمة من نعم، صحة، ذرية، نجاح في الدراسة، نجاح في التجارة، فنجد هذا الحاسد يتمنى زوال نعمة المحسود. هذا صنف. هناك صنف آخر يتمنى أن تزول تلك النعمة من ذلك الشخص وتعود إليه، هذا صنف آخر. وهناك صنف أخطر يتمنى زوال المحسود وزوال النعمة، يعني ما يحبش قاع يشوف فوق الأرض. هذا النوع خطير جدا. هذا المرض هو إثم كبير لا يراه الناس ولكن موجود. وكذلك الحقد والضغينة وأشياء كثيرة من هذا النوع، والنميمة وغيرها من ألوان الإثم الظاهر والباطن. ربنا جل جلاله حينما ينبهنا إلى هذا الأمر قال وذروا، يعني أمرنا بأن نترك، بأن نتخلى، بأن نتملص عن هذه الآثام الظاهرة التي تزعج الناس، التي تقطع العلاقات، التي تزيل جمال الحياة، والتي تزيل الثقة بين الناس. إذا كان يعني هذه الآثام الظاهرة كثرت، خلاص يقولون الناس هذا ما يثق في هذا، هذا ما يحب هذا. كل هذه القيم تدمر، القيم الإنسانية التي يتعايش بها الناس والتي تعطي جمالا للحياة والتي تحقق التناغم والانسجام بين الناس. هذه القيم تزول بالآثام الظاهرة وتزول أيضا بالآثام الباطنة. لذلك ربنا قال في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يمكن أن يكون القلب سليما إلا إذا كان سليما من هذه الآثام ومن هذه المعاصي الباطلة، وكذلك سلامة الجوارح من الآثام الظاهرة. لأن القلب هو السلطان. لذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره، والإمام البخاري ومسلم وغيرهما، وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، حديث نعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي راح حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية أخرى يوشك أن يرتع فيه، إلى أن يقول: ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارم، إلى أن يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك سلامة القلب. لذلك ربنا سبحانه عز وجل يؤكد لنا شرط دخول الجنة وشرط تحقيق الرضوان إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا تنبيه مهم. ثم دعني أختم هذه الكلمات يا أخي أحمد. ربنا سبحانه يخاطب هؤلاء اللي عندهم هذه الآثام الظاهرة والباطنة، سواء ارتكبوا الظواهر الآثام الظاهرة بالجوارح أو يرتكبوا الآثام الباطنة بالقلب. يخاطب الجميع بحديث بقوله الجامع: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هناك 4 بشائر. البشرى الأولى وصف العبودية، لم يسلب الله عز وجل وصف العبودية من الذين ارتكبوا الآثام الصغائر والكبائر والموبقات إلى غير ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نفي كامل لليأس، لكل دواعي اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلا استثناء، فيغفر الصغائر والكبائر. ثم يقول في الأخير: إنه هو الغفور الرحيم. 4 بشائر في آية واحدة تزرع الرجاء وتدفع اليأس. والإمام ابن القيم رحمه الله
حينما ذكر هذه الآيات والأحاديث التي تبشر العصاة وتشجعهم على التوبة، يقول كلمة في غاية الروعة، يقول إن هذه النصوص الشرعية لا تشجع على المعصية أو الإثم، ولكنها تيسر التوبة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد البويزري. وذروا ظاهر الإثم وباطنه موضوعنا لافتتاح هذه الحلقة. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. طيب نبدأ على بركة الله بالمكالمات. باتنا مراد. الو، السلام عليكم مراد. مراد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاخ سعد من فرنسا. الأخ سعيد من فرنسا. مرحبا أخويا سعيد، مرحبا بك. لدي اخ سؤال بما يخص بالقروض. أيوة. انا اقيم في فرنسا، متزوج ولدي طفل، لدي عقد عمل، وليس لدي اي بيت في الجزائر. اريد ان اقوم بقرض في بنك فرنسي، لكن لما استفسرت في فرنسا هنا القرض يقوم بالفائده لزانتيغي. أريد أن أعرف هل في فرنسا لا يوجد بنوك إسلامية؟ كيف يكون طريقة العمل مع هذه القرض بالفائدة؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ أيوة. سؤالك الثاني سعيد. هذا هو السؤال تاعي المهم جدا. المهم السؤال أنا ليس لدي، أريد أن أشتري بيت في الجزائر، ليس لدي بيت في الجزائر. على كل حال ليست لدي إمكانيات كبيرة كي أشتري بيت. أريد أن أفعل القرض عن طريق البنك الفرنسي، لدي عقد عمل، البنك أعطاني الموافقة كل شيء، لكن أريد أعرف من ناحية الشرعية، من الناحية الدينية كيف يكون ذلك؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ واضح يا سعيد، شكرا جزيلا. إلى أين حمزة؟ باتنا مراد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ واش راك؟ لاباس؟ لاباس مراد، مرحبا بك خويا، الله يبارك فيك. غير نفك فيكم برك، عندي واحد السؤال، عندي واحد الشهر وانا نعيط لكم نحكي لكم. مرحبا مراد. الشيخ غير نفك فيك، انا مقاول. ايوه. وعندي شويه ديون عند الدوله، وعندي فاتوره فيها 200 مليون، عندي ديونه والناس زيروني، المصوات المنيفيه، وراح يسنيوها لي. جا واحد المشهور راح يسنيها، قال طلب عليا مليون. فهمتش درك راح نمدلو والله ما نمدلوش، وانا راني مزير. ما فهمتش، بغيت نسالكم ترى يسكو حلال والله حرام والله. واش حبيت دير خويا مراد؟ قلت لك انا مقاول. ايوه. وعندي فاتوره عند نسلك 200 مليون. ايوه. وجدت الفاتوره راح تفوت باش نسلك. جا واحد قال لي تعطيني مليون باش نسميها لك. ايوه، رشوه يعني. هي طلب عليا رشوه مليون، وانا في ديونه راني مزير الاخر. ما فهمتش دروك راح نعطيلو ما نعطيلوش، راني حاير ديريكت. وكنت تشوفوكم على بالكم رمضان على الابواب، الناس تسالوا لنا ماصو المنيفر. المهم ما عيا كيف نديرو. انا عيطنا لكم درا، ماذا بينا تجاوبونا طلع السؤال هذا المحرج، راني طول ما ربي يوفق لما فيه الخير ان شاء الله مراد. بارك الله فيك الشيخ، وراني نستنى السؤال. يبلغ ان شاء الله سنجيب عليه. وهذا اللي طلب عليا مليون رشوه. طيب جاوبك الشيخ نصر. راهو حاج ورايح الحج بعد. الله يقدر الخير، الله يقدر. طيب خويا مراد، بارك الله فيك. طيب الى فرنسا الاخت مريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك خويا حبيت نتكلم، نسال الشيخ. مرحبا سيده مريم، تفضلي. الله يسلمك ويبارك فيك ربي يخليك. حبيت نسأل، وانا كنت رمضان اللي فات كنت في السبيطار، عملت عملية على ظهري، كنت في السبيطار وما صمت حتى كي خرجت، الشهر اللي خرجت فيه صمت. اسكي اذا كنا نقدر نعاود ولا نعاودش؟ قضات هذاك الشهر يعني. ايوه.
واضح شيخنا؟ واضح. هذا هو السيدة مريم. هو السؤال الزاوج حبيت نسأل، ما نقدرش نصلي بالوقاف، نصلي غير بالقعاد. أيوة. بالتيمم. ما تقدريش تتوضاي؟ لا خويا نصلي غير بالتيمم، ما داير عملية على ظهري، ما نقدر لا نطاطي لا نوالي، ما ندورش كاع لا كورتي من هذاك حاجة ما به ظهري خويا. طيب ربي يجيب الشفاء إن شاء الله السيدة مريم. آمين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويهنيك. شكرا جزيلا. إلى فرنسا دوما عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ سعد بوزيري السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا على السلامة. Je sais pas ce que je peux parler en kabyle s'il vous plaît. براحتك. صح. سرحس خليلي سرحس. صحيت الشيخ. ناس رايت كنا ترسل لك كل تبع المشاكل سمحتي تبع كل المشاكل جنون سي كيك شوز دو بيان. هو النقص يملان سي لايرة دي تعيشون لكي في فرنسا الجزائريين سوالا باللي أنا نسمي تكنسين كسومي حرمن دي لاكولات ان تريك كوم سا كان كيدينيغ باللي كان دينيغ باللي اش محسوب فرنسا تحسين يوراو يسلمن شنو كسوم حرمن لكي في فرنسا فغا ندير بلا شتاقي ولا شيف بغض مش عندنا كل حتى ورث انت لما مش تسيا كسوم يحرمن جامي تكلم مش كسوم يحرمن اي دي ولا شيف هذا كان زال علامك سوالا عندي تعجب ذا دي في فرنسا حتى مش عندنا كل افكتنا باللي ومي دي مسلم ويشترك سوما يحرمن جامي تفكر طنطو في وتربي دو لوبيتال مياسم باللي تشترك سوما يحرمن جامي بنستيد سمحك قارنا كدير ما لقيت قارنا كدير حسبنا في ما يشكسوم يحرمنا حاجه يمكن يعقلي ذاك دي فرنسا الى موزا الشغليه. اخويا عبد الوهاب دي فرنسيه كنا عندها ثلاث كان يعني اسكو هذاك دي دوني في فرنسا مره الباري باغ اكزومبل الباري دي باري باغ اكزومبل ايوا الباري باغ اكزومبل لما يروح الناس ما يشترك سوم يحرم ما ماشي دون سارق كذا ديم c'est-à-dire je me souviens que je parle les collègues ça faut dire que déjà le Paris ça fait le Paris c'est encore favorable musulman نسيري ما كان خويا عبد الوهاب لا كومباني كي نبدا عند حشمتي بلا نسلم مع الدنيا ولا شوف يعني ما جامي حتى فضها كسوم يحرمن ما حاجه ما روخاميش ما روخا لا إذا هذه بوشري عندها دياوي نتري بوشري عندها دياوي كسوم يبقى بروبليم يوخاميش ما لقى مش جامي حتى منو وضعها اللي تشكسو ذي كراش سي عبد الوهاب ذي كراش بارتو اتعرف انت ميو المسلم من كبير المستعير استكمالا اكسوم يحرم من ميو وكي تسكن عليها جامي تفكر صح بارك الله فيك وهاب واضح اخويا شكرا. إسلامين ديرون الخمار في الوسط دير وديس شنو قال الخمار شنو قال الصناعه لازم توفي ماشي فر انت في فر ودميس تدير كوفيد وزبيرا زعما غير كذا تنطف من با إلا هنا كنيو سي نورمال مين مدير مريض يسمى نورمالمون أدنى هاد نفصل بيد ما تلحون بغيت لا سيكوريتي لا بوليس ناشو وزبيرا زعما مين با غير كذا تنطف في النقاب يعني النقاب فوالا سي سا وزبيرا زعما مين با غير كذا تنطف بون كاين الجزائر ماشي العواد نو تجي الجزائر ودلو فريق تجي كل العواد نو نقدم لنا غير مسلمين القبائل غير مسلمين أكيد الجزائريين كامل غير مسلمين الجزائريين كامل في القبائل زي مسلمين كامل ودلو فعلا العوائدنا وكاين نطوفي الفرود ميس لكن ماشي العوائدنا واضح سي عبد الوهاب يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. انا ماشي تقارن تنطيك تقارن اخذ المخدوم كان ذاك في فرنسا وزما باش عرف من طاول ميس ولا مكان تقول في الجزائر ديجا لان مكان ديجا قبلنا له يقول في مسلمين ديجا لان قبلنا له الو فايدين الجزائر كانوا يدينا بالليل يمسلم هذه عايش دي ثم في السيهوان بس واحد سيجنا المسلم إزما يخدم دينيس نورمال وكونترير والعالم مثل الكفار يخدموا بدينيس يتصاوب أجر نتاع غيرنا أيش هذا الأجر أم قرآن
ولا ذي ثمورث ديال سلمت هكا ديال الاجتهاد التصوزم تخدم هذا الجزء اللي غاشي وكستن في رمضان حالك شتي تصوزم التصوزم الله شو كتستن من تكون التصوزم ما نستوى وقلنا ماشي رمضان رمضان توجو صاب الايمان صاب تقوليش ساعه خاف من رمضان صافي دير الجامع كتصوم في الملاكني أشي بارك ربك يا عبد الوهاب بارك الله فيك واقع دي فرنسا دي تصومين سال الاجر زعما قال خاطر ولا مش التصوم كنا نكتب في رمضان لا دي سال اللي سال الايمان جد الايمان تقولي شي تستاهل بالصح واضح صعبه واضح اخويا بارك الله فيك. شكرا جزيلا عبد الوهاب من فرنسا. نعود للإجابة على هذه الأسئلة بعد الفاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نبدأ على بركة الله. الأخت نبيلة من عين بنيان، وهي من الأسئلة التي ترد لشيخنا دكتور سعيد. تقول: والدتي 85 سنة، دارت عملية جراحية في عينها، ربي يجيب لها الشفاء إن شاء الله، لا تستطيع الركوع والسجود، ماذا عليه؟ الأخت نبيلة، أولا نقول جزاك الله خير، لأنه تكلمت معي قبل الحصة، نقول جزاك الله خير على ما تقدمين من خدمات جليلة لوالدتها صاحبة 85 سنة وهي مريضة ودارت عملية جراحية في عينها. قلها جزاك الله خير، ربي إن شاء الله يثبت أجرك. أما بالنسبة لسؤالها، ربي سبحانه عز وجل قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال في آية أخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معناتها شريعة ربي سبحانه عز وجل ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. والفقهاء جابوا لنا جملة من القواعد، من هذه القواعد ما يسمى بتخفيف الإبدال، ما يسمى بتخفيفات الإسقاط، يعني أنواع من التخفيفات استنبطها الفقهاء من الكتاب والسنة. وهذه منها من فرائض الصلاة القيام للقادر. معناتها الإنسان يصلي قائما، هذا فرض. طيب، وإذا لم يستطع يصلي جالسا. ذلك الحاجة، يعني والدة الأخت نبيلة ربي يشفيها، دارت عملية جراحية في عينها، وطبعا الأطباء ينصحون لداروا هذه العمليات ما يقدرش يركع بحرية ويسجد إلى آخره. وهي لا تستطيع، مريضة 85 سنة في عمرها، تجلس على الكرسي كما أنا جالس الآن مثلا، من بعد تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كي تركع تعمل واش تقدر، ولو كنت دير حركة خفيفة هكذا، هذا يكفي، هذا يجزي، يعني ما تقدر عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم تقول بعد ما تسبح، تقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم تنحني قليلا، يعني أكثر من الركوع، ولو بقليل أكثر من الركوع، لتمييز الركوع عن السجود. وفي هذا القدر كفاية. تسجد هكذا، هذا السجود، تسجد والسلام، وصلاتها صحيحة وليس في ذلك شك إن شاء الله تعالى. نسأل الله القبول. إذن الأخت نبيلة، قولي الوالدة نتاعك لا حرج عليك ولا حرج على جميع المشاهدين والمشاهدات اللي عندهم نفس المشكلة، أن ربي سبحانه عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما هذا كل يدخل سبيطار ولو كان بحاجة خفيفة يروح يعطي لها كونجي لصلاته، كونجي سون سولد، ما يصليش، ويقول لك، تقول: أخويا حمد علاش ما تصليش؟ يقول لك: راني في سبيطار سمانة ولا 10 أيام، كي نخرج إن شاء الله نروح للدار ونقضيها. أما هؤلاء نقول لهم: اتقوا الله عز وجل، لا، صلي في أي مكان على حسب الظروف اللي عندك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك شيخنا. طرق ملازمة أو ملازمة قراءة كتاب الله. الله يبارك الأخت نبيلة، هذا سؤال خاص بها، يعني وإحنا مقبلون إن شاء الله تعالى على الشهر الفضيل، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا النصيحة نقدمها لنفسي ولجميع المشاهدين والمشاهدات: ملازمة كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا بقدر الإمكان.
أنت هي راهي تقرأ الله يبارك ما شاء الله، ولكن نعطي لها بعض التوجيهات باش تلزم القرآن الكريم أكثر. التوجيه الأول الواحد يعقد النية يوميا يفتح كتاب الله عز وجل، إلا إذا كان عنده عذر. معنى يوميا فتح كتاب ربي. مهما كان الإنسان يقرأ آلاف الكتب ولا مئات الكتب أو عشرات الكتب، فأعظم كتاب في الكون هو كتاب الله عز وجل. رقم 1 تعقد هذه النية، إنما الأعمال بالنيات. رقم 2 توجيه الثاني تقرأ ما تيسر، موش حتى تقرأ 10 صفحات ولا حزبين ولا 3 ولا 4، لا، باش الإنسان ما يكلفش روحه أكثر مما يطيق، وممكن يمل. إذا كان هو عنده قدرة باش يقرأ صفحة، هو يلزم نفسه باش يقرأ 5 صفحات، يجي نهار أخويا أحمد ممكن يمل، يتعب، يقرأ صفحة، نصف صفحة، مجموعة آيات، ما تيسر. هذا رقم 2 ما تيسر. رقم 3 الاستعانة بكتب التفسير. لماذا؟ لأن الفهم يساعد التالي لكتاب الله، القارئ لكتاب الله، باش يلازم القرآن أكثر. إذا كان واحد يقرأ مثلا آية من الآيات أو بعض الآيات في صورة من الصور، يقرأ هذه الآيات ومعها تفسير، يشوف تفسير القرآن الكريم، يقرأ والسماء ذات الحبك مثلا في سورة الذاريات، يقرأ فيها ولكن لا يفهم ما معنى الحبك. ممكن عدم الفهم يخليه لا يتصل بالقرآن أكثر، لا يرتبط به أكثر. صحيح. لذلك الاستعانة بكتاب من كتب التفسير، وهي كثير الحمد لله، كتاب الجامع، كتاب القرطبي، ابن كثير، الطبري، صفة التفسير لعلي الصابوني، وكتب كثير الله يبارك، أيسر التفسير لبكر جابر الجزائري، والسيد قطب ضياء القرآن. يعني كان كتب ما شاء الله. وإذا كان الإنسان يستعين بأكثر من تفسير فذلك أحسن. كان تفسير الموضوعي، كان تفسير البلاغي، كان تفسير يعني أنواع التفسير، كان تفسير اللي يركز على الجانب الشرعي، على إبراز الأحكام الشرعية. الإنسان كل ما يفهم كل ما تشتد يعني الرغبة نتاعو أكثر بالقرآن الكريم ويلازم القرآن أكثر. هذه أهم التوجيهات إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا السعيد. طيب، الدعاء لولدي بالإنجاب، والحقيقة لطالما قابلنا أناس يدعون أو يطلبون الدعاء بالإنجاب، الحقيقة للجميع شيخنا، أنه كثر من يريدون هذا، وربي يفتح الجميع إن شاء الله. الأخت نبيلة، بالنسبة لوليدك والجميع الناس اللي عندهم نفس الأمر، اللي متزوجين وما عندهمش أولاد، نقول لهم أسأل الله عز وجل أن يرزقهم بالذرية الصالحة المؤمنة عاجلا لا آجلا. ربي إن شاء الله يفرحكم يا الأخت نبيلة، إن شاء الله ربي يعمر دار وليدك وداركم، وإن شاء الله تربيه إن شاء الله، تولي إن شاء الله يقول لك يا جدتي، وماشي غير واحد، إن شاء الله كثير، كنت كي جميع الناس اللي عندهم مثل الوضع، يا رب يرزقهم إن شاء الله. ولكن نقول لهم حاجة فقط، عليكم باتخاذ الأسباب بالعلاج وإلى آخره، والدعاء. وربنا قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال في آية أخرى ادعوني أستجب لكم. أسأل الله عز وجل أن يرزق ولدك وجميع من كان في هذه الوضعية بالذرية الصالحة. آمين يا رب العالمين. شيخنا السعيد، أحسن الله إليك. هذا سعيد من فرنسا، متزوج، لديه طفل وعامل، ولكن يريد أن يحصل على بيت في الجزائر بالاستعانة بقرض ربوي في فرنسا. نعم. أولا الأخ سعيد، هذا الأمر اللي تسأل عليه يعني أكيد فيه الكثير من الناس اللي يراهم في الوضعية نفسها. طيب، أذكرك بجملة قواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الإنسان من حقه أن يملك سكنا. صحيح. لأن السكن من الضروريات. وين كلاسي هذا السكن؟ ما هوش من التحسينيات، من الضروريات يحتاجها الإنسان. يحتاج إلى مسكن يأوي إليه، ما يبقاش متشرد في العراء. صحيح. وكي نتكلموا عن الإنفاق حتى الذين تجب عليهم النفقة، الأساس هو المسكن يعني الذي يأوي الإنسان ويسكن فيه ويشعر فيه بالسكينة والطمأنينة والراحة، المسكن. ثم تأتي باقي الضروريات الأخرى من غذاء وكساء ودواء وغيرها. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشريعة تمنع كل قرض بفائدة، سواء كانت الفائدة قليلة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة، شوية ولا بزاف، 1%، 1% ولا 7%، ولا هذا كله لا يجوز. فالربا
حرام شرعا قليله وكثيره. لازم نديرها في البال. والآيات في هذا الباب كثيرة، وأوضح آية وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل قرض جر ربحا أو منفعة فهو ربا. هذا رقم 2. رقم 3 أن الربا هذا باش نديروا في البال يدمر القيم ويمتص دماء الضعفاء ويدمر الاقتصاد ويدمر الأخلاق وإلى آخره لمساوئ كثيرة، لذلك حرمه الشرع الحكيم. لازم نديروا هذا في البال. ومهما تغيرت ظروف الناس ما يجيش الآن كما القاعدة اللي ذكروها اليهود يقول لك لا تنمية إلا باقتصاد ولا اقتصاد إلا ببنوك ولا بنوك إلا بربا إلا بفوائد. هذه قاعدة باطلة في جزئها الأخير. نعم التنمية تحتاج إلى اقتصاد، نعم الاقتصاد يحتاج إلى بنوك، هذه وسائل وهذه الوسائل مشروعة، ولكن ننكر تمام الإنكار الجزء الأخير اللي يقول ولا بنوك إلا بفوائد. لا يمكن تأسيس بنوك تعمل بالضوابط الشرعية تحقق مصلحة الناس عاجلا وآجلا. الآن نروح الفتوى مباشرة. نقول لك يا سي سعيد بعد هذا البيان نقول لك إذا كان ما عندكش سكن وبحثت عن من يساعدك بالقرض الحسن ولم تجد، وسدت أمامك الأبواب، أقول وسدت أمامك أبواب الحلال، وقعت في هذا المأزق في هذا الحرج، الآن نستدعي النصوص. النص الأول ربي يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. النص الثاني يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. النص الثالث ربي يقول يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. ثم نأتي إلى قواعد في الأحاديث النبوية وقواعد فقهية اختصارا. من هذه القواعد الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة أخرى تقول لا ضرر ولا ضرار، وأصل هذه القاعدة الفقهية حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أخرى المشقة تجلب التيسير. وقاعدة أخرى إذا ضاق الأمر اتسع. وقاعدة أخرى الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني كاين الخير في الشريعة الإسلامية ما شاء الله ذي الروج كنز. ثم تأتي قاعدة أخرى ضابطة الضرورة تقدر بقدرها. ممكن واحد يقول منين جبتوا هذه القواعد؟ نقول لك من القرآن والسنة، والفقهاء صاغوها في شكل صياغ قواعد فقهية. وربي يقول في سورة البقرة، ممكن ترجع لها سي سعيد، روح لسورة البقرة افتح المصحف في الآية 173. واش تلقى ربي يقول لك ويقولنا جميعا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول لي هذا الناس اللي يكونوا في الضرورة ما تخافوش، ربي الذي منع هو الذي أباح في هذه الضرورة. كنت في هذه الضرورة اتكل على الله ودير هذا البيت بقرض والمسؤولية وأنت بريء من هذه المسؤولية. وإذا صبرت ممكن يقول لك لا أنا لا أخذ بالعزيمة، أصبر يا أخي، أسأل الله أن يفتح عليك أبواب الرحمة وعلى غيرك، ونجيب لك النص أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حسن الله عليك. لا أبدا، خذ راحتك يا شيخنا بارك الله فيك. هذا مراد مقاول عنده ديون عند عماله أولا وعند من يقوم عليهم، راه داخل رمضان كما يقول، لكي تسوى الوضعية ثمة في الوسط طالب رشوة قال أفيدوني ونموذ. السيدة وطالب مليون يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. الله سي مراد، يعني واش نقول لك، يعني ربي إن شاء الله يفرج عليك ويفرج على أمثالك من المدينين اللي عندهم ديون. وهذا الحرص اللي عنده الله يبارك هذه علامة الإيمان. توافقوني؟ أكيد علامة الإيمان. راه مسكين كما قال هو، كتبتها أنا مزير، يعني عبر عليها مزير، معناه باللغة الفصحى معناه يعيش تحت الضغط. ولكن إن شاء الله يا سي مراد أخويا نذكرك بهذا اللي قلتها قبل حين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذوك الناس اللي يسالوا لك في الصراحة راحة، قل لهم يا الماسون يا البنا يا المانوفر يا الخدام يا الفلاني راكم مساوي دراهم. أنا أعترف، أنا نسال الدولة، أنا خدمت مازال ما خلصونيش. ربي يقول في القرآن الكريم
من كان ذو عسرة كيفاش فناظرة إلى ميسر. ميسرة، وفي رواية ميسور. معناتها ربي سبحانه قال لك ما يخاطبهم باش ما يضغطوش عليك، الله غالب. هنا نقول الله غالب، أنت عندك حسن النية وما نكرتش وما خرجتهمش طريق كما نقولوا، قول لهم باللي أنتم تسألوا لي وأنا نستعرف. إلا ما عندكمش يعني ورقة ممكن تكتبوها، أنا الممضي أدناه فلان فلان فلان، أعترف بدين ريكونيسونس دو دات، ديروها عند النوتير ولا ورقة بيناتكم، ولا فقط يعني كوثيقة إشهاد تحتاجوها إن شاء الله تعالى، أو تجيبوا شهود. من بعد قل لهم ربي يحفظكم، قيلوني ما تضغطوش عليا. هذا واش نقول لك كنصيحة لك أولا. النصيحة الثانية ونصيحة لهؤلاء أن يقبلوا بمثل هذا العرض، لأنه هذا العرض راه في شرع ربي سبحانه. علاش تضغط على إنسان اللي ما عندوش؟ رقم 2 أنه الرشوة هذه حرام سي مراد أخويا، وهذا أمر محزن. ربي يعلم كي كان يتكلم كان قلبي يتقطر أسفا، خاصة كي يقول لك هذا مصلي وحاج وكذا. كارثة، كارثة. يعني كيف نبين؟ طبعا احنا نقول نحكموا على الظاهر، يعني ما أتانا من معلومات. ظاهر الإثم يضاف. نعم، بارك الله فيك. واليوم عنوان تاع الأخ أحمد يعني باش نتركوا إن شاء الله تعالى ظاهر الإثم وباطنه. هذه الرشوة هي داخلة في الظاهر وفي الباطن، يعني موجودة في القلب وموجودة في الظاهر. يا سي مراد أخويا، الرشوة حرام. لعن الله، هذه كذا قل النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله الراشي اللي يمد الرشوة، والمرتشي اللي يقبض الرشوة، وحتى اللي كان بيناتهم وسيط، الوسيط، كيفاش نقول الانترميديير، الوسيط اللي يسميوها بالدارجة يسميوه الدلال الخير. للأسف الشديد الرنق المنسي ضارا وين يخدم ذي ثواغي تسمى ناس دلال الخير. طبعا حتى اللي يمشي بيناتهم. إذن يا أخي مراد حرام باش تمدلوا هذا الميول، ما تمدلوش. كون صريح مع هذون، ربي هو اللي يسخر هذوك الناس اللي يسالوا لك باش يسمحوا لك ويعطوا لك الوقت إن شاء الله تعالى، أو ربي يسخر لك إنسان مؤمن اللي عنده المال يسلف لك القرض الحسن. المهم ربي يدير لك المخرج، اطمئن سي مراد أخويا. أما ذيك الفاتورة بإذن الله غير تتسنية والسلام. وعلى ما يشجعوش هذه الشجرة نتاع الرشوة، ودي كارثة، كارثة. يعني يعطي لي كذا، هذا حقك يا أخي مراد، حقك. يعني هذه المؤسسات نتاع الدولة يجب على مؤسسات الدولة أن تدفع هذه الفواتير، لازم، لأنه هذا خدام، أنت خدمت عندهم، وربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجر أجر قبل أن يجف عرقه. ما نتكلموش فقط بين الخواص أنه واحد يجيب خدام كما أنت عندك مواصو وتخلصوا، وكذلك الدولة اللي خدمت عندها، اللي خدمت لها يعني مجموعة مشاريع ولا لازم تخلصك بدون تدخلات وبدون كل هذا لا يجوز. وربي إن شاء الله يفتح لك يا سي مراد. فتح الله علينا وعليك يا مراد، وربي يوفقك لما فيه الخير. سيدة مريم، رمضان الماضي أجرته في المستشفى. ربي عجل بشفاك يا الأخت مريم. مادام أنت كنت في رمضان داخل المستشفى ودرتي عملية جراحية على الظهر، بعد ذلك قضيتي هذيك الأيام قضيتها متتابعات أو متفرقات، فكلاهما صحيح، ليس عليك شيء، لأنه حتى رمضان مازال ما لحقش، ما عندك لا فدية ولا شيء. أنت صاحبة عذر. ربي قال في القرآن الكريم كي يتكلم عن الأحكام تاع الصيام قال فعدة من أيام أخر. صحيح. أنت بعد ما فوت رمضان وتعافيتي وقدرتي باش قضيتي هذاك الشهر، ربي يتقبل وليس عليك شيء آخر، لا فدية ولا شيء. جميل. العملية هذه شيخنا تمنعها من الصلاة واقفة، هي الآن تتيمم بسبب آلام ظهرها، تقول ماذا علي من أمر؟ الأخت مريم لعلك تابعتي معنا الجواب اللي جاوبنا به الأخت نبيلة يعني من عين بنيان، نفس الجواب. الإنسان أنت لازم تصلي قائمة، ولكن ما قدرتيش تصلي، راكي تصلي جالسة على الكرسي ولا فوق السرير بما تستطيعين من الانحناء. أنت مريضة في ظهرك، ممكن أنا الآن في وضعيتي، إذا كانت تقدري ديري هكا مثلا بعد ما تركعي ديري هذا الركوع هكذا انحناء خفيف، هذا واش قدرتي، توقفي هنا، قدرتي أكثر زيدي. وبالنسبة للسجود تنحني أكثر شوية قليلا على الركوع، فقط باش نميزوا بين الركوع والسجود، بين هيئة الركوع وهيئة السجود، ليس إلا، وهذا القدر كافي إن شاء الله تعالى. نسأل الله لك القبول. هنا الفقهاء يتحدثوا عن تخفيفات اسمه تخفيف الإسقاط.
أيوة. كان تخفيف الإبدال كما في التيمم، وعندها عذر ما تقدرش، صاحب العذر ينتقل من الوضوء بالماء إلى التيمم، هذا اسمه تخفيف الإبدال في الاصطلاح الفقهي. وإذا كان ما قدرتيش تقومي سقط عنك القيام، وهذا يدخل في باب تخفيفات الإسقاط. كما اللي ما يقدرش، مثلا واحد في المستشفى يا أخي أحمد القبلة مثلا راهي هاك جهتك، ولكن هو المطرح نتاعو السرير نتاعو راه الجهة هكذا، ما يقدرش يتجه القبلة، نقولوا له وين تقدر صلي والسلام. لماذا؟ سقطت عنك القبلة الآن، ليس شرطا أن تتوجه إلى القبلة مباشرة، هذا يسمى بتخفيف الإسقاط. ربي يتقبل أخت مريم وربي يشفيك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد. هذا عبد الوهاب من فرنسا، تحدث في أمور كما قلت يعني فرغ قلبه عبد الوهاب. نعم. تفضل بالإجابة مباشرة باللغة الأمازيغية حتى يتسمى. نعم. تفضل. سألوا هذا كما أعطيك الصحف وسيد فكير ولا وغفلان يضحكير ثورة كتجي كان يعني سلم غاولا في نض باللي ذا قدي فرنسا وتحت منارة ثورة أخوي العزيز نكوني أكني غد استقسان لو قدي غد استقسان ناند ذيلك رايش لان تكرا لكولات هاتين دنيا الشيني تيت 100% نومنيك أخوي العزيز، ولكن ذا هات وكذا كذا النظام ساعان أندا تعيشين اثنين خاطر ثورة كل يوم دا يتسيلي هاثر غورصن لان واندا لان تلاكولات يعني قارناسن إلى قدريان وناثشن أكسوم إد سرسن ذي طافلة أثيتشام أما أمنتسا ميس إنسلم أما وياض مسيحيين غير اليهود ما شوي لنذينا ذا ذيلك راشا كما عبد الوهاب لأنه قادي غدي يستقسانك صافي يمكن في كاد الجواب للناد أجروذ ورسالة المسؤولية ورسالة الذنوب خاطر رفع عنه القلم سيدي ربه يتحسب له، ولكن ند إمولان إلا قد سورغانيزي مما نوان تسكارز مما نوان تسوم لا سوليداريتي تساوم ثغرات سيم ضبران لاكولات نغلي كراش باش تستثرم يعني هذيك السن يعني اكسو ماكين الحرام في اللسن. ولكن اخويا العزيز الخبر قدنا الصفراح كيفارك ربي ما يضفك الخبر كي ذاني الصفراح نسيريم باش في موراياكي يعني أندا تعيشين ينسلمن وتحتي منارة تحتي منارة الدريان سن باش تشن الحرام. ماذا يعني عند السوق كادنا صياد الحق وين يبغان الحلال ثياف وين يبغان الحرام مثلا غادي لا وين في الصلاة والسلام ياك الحلال يفان الحرام يفان إن الحلال بين وإن الحرام بين صافي كل يوم قد يحرز الدينيس ثمسلت ثايض في نظر السبيطار في المستشفيات انك ما يلزموهمش باش ياكلوا الحرام ذا قاعدين يصفرحا. هذا امر مفرح، نتمنى ان يكون هذا الامر يعني عاما في جميع مستشفيات اوروبا. علاش؟ باش اللي راهم المسلمين اللي راهم يعالجوا في المستشفيات احتراما للحريات، احترام بارك الله فيك الحريه وداخله في الحريات، هم رافعين شعار الحريه. اذا المفروض يعني تجسد عمليا احترام الدين الإسلامي أمر ممتاز، يعني أمر مريح للغاية، وهؤلاء نشجعهم حقيقة ونقول لهم جزاكم الله خيرا على دعمكم وعلى حرصكم على أن المسلمين يعني ما توكلوهمش الحرام سواء في المستشفيات أو في هذه الأماكن الأخرى. ماذا يعني عن النقاب أخوي عبد الوهاب؟ ثم زورتك ديني سيني مسلين دي نقطة ياكي ثم زورت ضد الصح ثم ما تخدم النقاب أدي صور سو بوليسي يأتيها الشرطي يقول يعني للأمن، فبالتالي إذن يجب أن يتعرف عليها، من حقه أن يتعرف هل هي رجل أم امرأة الآن مع الألوان الكذب اللي راهي موجودة. إذن مسؤول الأمن من حقه شرعا أن يرفع النقاب، يعني يأمرها باش ترفع النقاب ليتأكد من هويتها. نقول هذا الكلام باش يعني أقوله بالعربي ونقوله بالأمازيغية أيضا، باش ما يجيش واحد يقول لك بدعوى هذا يعني النقاب إذا اعتقد أنه واجب، ولكن لضرورة أمنية رجل الأمن من حقه. طبعا نتمنى باش في هذا في المطارات وغيرها باش يكون هناك نساء، وهذا موجود، عادة المرأة هي تفتش المرأة وكذا، يعني هذه الأمور حتى في أوروبا تقريبا، حتى في أوروبا دخل في الأدب وفي الاحترام. ولكن إذا كان طلبت هذه المرأة البوليسية المرأة المسلمة المتنقبة أن ترفع النقاب عن وجهها من أجل التعرف على هويتها، فيجب على هذه المرأة أن تستجيب، يعني مراعاة للشريعة ومراعاة أيضا لهذه الاحتياطات الأمنية، والشريعة تتقبل ذلك ولا ترفضه هكذا.
صافي ذي أجدنا غيك مال العزيز ثمطوث ما تخدم النقابة كي بعد الناس اللي قد تكسض باش تزرنا شوية ما دركاز تمطوث إذا تضرط واغيث من بعد ويا طريحة ذي نسلمن ذي الإسلام إن سلمنا خدم من ثواغيث الإسلام يستغرث يعني ولا يجوز أن يؤاخذ الإسلام بجريرة المسلمين. صحيح. ماذا يعني أخوي العزيز عبد الوهاب بيغد سميت الله يبارك ربي ثقفيليث ينسلم ثجديث ثنصليث تيدت يا خويا الزمريون ذيلي ذي نسلم وذيلي ذي طفيث تعرفي ثينس وذي طفيث قبيلي ثينس وذي طفيث جدي ثينس وذي سؤال عز الحرمة. أما يتعلق بموضوع الصيام قال كي يشوف واحد صايم ثم يحترمه أكثر أعطيك الصحة يا عبد الوهاب وهذه رسالة لمن يهمه الأمر. واحد يقادر روحه يقادروه الناس. صحيح. إذا كان ينتهك حرمة رمضان باش يبان زعما سيفيليزي ثم اللي ما يحترموش أكاد النض ما ولا قدر إيماني يطفل الحرمة هذا سفك الحرمة وسفك ربي الهبة. نعم أخويا. شكرا جزيلا شيخ مستعد وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام نعود بعد الفاصل. فوزي 27 سنة في سير الأيام ولا في رمضان عوايديه هما هذه خالتي الزهرة كل صباح مع القديان ما تخميش جارك هو الأول في الخير. دعوة خير مع الصباح تفتح لنا البيبان في البيس ما نضيعش وقتي نقرأ القرآن في التليفون. خدمتي نعملها كيما يلزم الحال والناس الحمد لله كامل تحبني. نفرح كي يروح المشتري فرحان. ليكيب تاعنا فيها واحد الحلاوة وكي ماركي نولو كتر من الخاوة. من داك نجوز عند خويا سفيان ندخل حاجة معايا للدار. إذا قدرت ندير الخير نديرو بلا ما نشاور. كيما كل يوم نتهلا في الولد ديالي بلا ما ننسى الكناري. الله أكبر الله أكبر. صلاتي في وقتها وكل عبادات نعطيها حقها. قناة القرآن الكريم الوسطية والاعتدال. الرسالة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. إلى أسئلتكم. الأخت صليحة فرنسا. الأخت صليحة حليمة عذرا محمد. الأخت حليمة من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت نسقسي الشيخ باسكو عندي في رمضان نشرب بوي كواسان طول الوقت نشرب بوي كومبريمي باغ جور. أيوة. من حبات كاشيط النهار. والطبيب في 4 سنين محدد عليا على رمضان بصح انا وليت نصومه وليت نقول كيفاه نجم. ايوا دوليامات ثاني روحت لها قالت لي بلي خصك ما تصوميش رمضان باسكو راكي تشربي عندي الديابيت تو سا راكي تشربي وي كومبريمي باغ جور. إلا قلك تشربي الماء بزاف باسكو الكلام تاعك افيك لي كومبريمي جو سي با كي ماي بيان اكسبليكي بصح انا ما ندمتش باش ما نصومش رمضان. الوغ بغيت نسقسيكم كي ندير لا جو سي با لا نصوم ولا ما نصومش. طيب والسيدة حليمة واه يعني كي نجاوبوك راح ديري واش قال لك الشيخ؟ وين ندير انا ذاك زوج طباخ دو سبيسياليست. الله يبارك. طيب راح تسمع سبيسياليست قالت لي بلي لي فيسو باسكو جو سي با نسبري بالعربيه. خذي راحتك خذي راحتك. لي فيسو تاعك راهم يسبوش افيك لو ديابيت. طيب اي صافي كو جي وي كومبريمي سيتادير تاع الديابيت تاع مع كل شيء. وفي رمضان نزيد زوج واحد اخرين باسكو تجيني التقيه ونزيد الراس تاعي يضرني بزاف ما حسيتش كي ندير دروك. الوغ انصوم ما نصومش جو سوي انتر لي دو. يجاوبك شيخ نسا وانا تخوفوني. لا ان شاء الله تسمعي الشيخ ان شاء الله وديري بواش قال لك سيدة حليم. واسمح لي باسكو جو سي با ترو ميسبريمي بالعربيه. لا خذي راحتك هضري بالفرنسيه بالعربيه كما شئتي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحاج حليمه بارك الله فيك. الحاج فرنسا. وي السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا الحاج. وي مرحبا بك الحاج. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. فوالا عندي زوج اسئله. تفضل. السؤال الاول انا مريض
الله يجيب الشفاء ان شاء الله. السؤال الاول، انا مريض عندي الكونسير. الله يجيب الشفاء ان شاء الله. الو. تسمع فيا؟ تفضل الحاج. يا الوغ سقسيت العام اللي فات ما صمتش باسكو كنت كراف مرضت يعني حتى لحقت للموت ما صمتش. والعام هذا راني شويه يعني مليح شويه، مي راني دايما ندير في الشيميو، ندير في ليريون، ندير كل شيء. سقسيت الطبيب نتاعي قلت له ولدي كيفاش اسكو نقدر شبوفير هذا العام هذا وين الغمضان ولا لا. والطبيب هذا وين ستان اوروبيا ستان فرونسي. قال لي نو، قال لي في با فير الغمضان، قال لي فات لا بريير مي في با فير الغمضان. قال لي فوالا تو كور كوم سا. وانا راني نسال فيكم اسكو نقدر ندير ولا. سقسيت هنايا كاين واحد الشيخ في الجامع وين نصليو. كي سالت الشيخ هذا وين، قال لي فوالا، قال لي نتايا كي قال لك ما ديرش، ولكن لا شفت روحك قادر دير. قلت لهم انايا عندي الكونسير تاع شكم تاع الزوفاج، كما قال لي الميتسا يقدر يولي ساك ولا يهلكني، لازم نشرب في النهار لازم. قال لي اما لا بالك ما ديرش ولا ودبر راسك، فهمتني. هذا هو السؤال الاول، يعني علاش كيفاش ندير، اسكو ناخذ راي الطبيب هذا هو الكونسيولوج والا لا. بارك. دوزيام سؤال لو تسمح. تفضل سي الحاج تفضل. فوالا عندنا جامعه هنايا، كان بكري عندنا شيخ جزائري من وهران. كنا في نهار العيد نديروا كي نروحوا نهار العيد قبل الصلاه نكبروا دائما وكاع. كي جاء هذا الشيخ الشيخ مغربي عندنا نهار العيد ما كاش التكبير، يقول لنا اللي حاب يكبر ولا يكبر في قلبه، ما نحبش نسمع والو، الدنيا كاع صامته. كي ندخلوا للجامع بنظام الجامع رانا نبنوا في واحد، الجامع تاعنا شي صغير دوك عطاونا شي الماس، نديروا جير الماس الميتو اللي عطاونا نصلوا فيه، بالك واحد 400 ولا 500 عبد. مي ما كان حتى واحد يدير التكبير. والسؤال استاذ بعد هذا يا وين نهار الجمعه كي يصلي بينا نهار الجمعه ما يرفدش اللحظه هذيك، يعني جامي يرفد اللحظه هذيك، يوقف في المنبر مي يقرا في الاخر تاعو بلا ما يرفد اللحظه هذه. نحوس يعني السؤال ما هو ما بين كي ما نديروش التكبير نهار العيد وكي ما يرفدش من الطريق هذاك، واش هي يعني الاخر تاعها يعني. هذا على راني نسقسي. والله كثر خيركم. وهذه الحصه هذه ونشكركم بزاف ونشكر الشيخ الدكتور البوزيدي، الدكتور تاعنا اللي راه معنا دركا، والسي احمد. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحه رمضانكم. شكرا جزيلا للحاج، احسن الله اليك. ما بقاش وقت كثير، ولكن مع السيده مريم البويره. سيده مريم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحاجه مرحبا بك. تحيه طيبه اليكم. الله يحييك ويبارك فيك. بصفه عامه والى استاذي بصفه خاصه الاستاذ بويزري. الله يبارك فيك استاذ. حبيت برك نسال واحد السؤال. تفضلي. انا في سنه 2008 ايوه كليت يوم تاع شهر رمضان. ايوه. وعلاش كليتو يعني المشكله نتاعي كانت السبب هنا اللي تقلقت يعني بزاف عليه. كنت ندير ان ريجيم بوغ افوار ان غارسون. ايوه. باش كاين ريجيم خاص من الناحيه العلميه، يقولوا انا كنت ام البنات وهذا، درت الريجيم هذا باش نجيب ان غارسون. ايوه. ومن بعد هذا الريجيم هذا فنيسيت المراقبه عند اخصائيه تاع النساء تراقب التبويض نتاعي في الشهر. ايوه. وصادف هذاك اليوم يوم اللي لازم نروح ليه، انه يوم لو بروميي جور انفان سي با لو دوزيام جور ولا اسمه تاع رمضان. ايوه. وجيت اوبليجي شربت الماء باش بوغ ليكوغرافي هذاك باش يبان ليكوغرافي اذا كان في اباضه ولا ما كانش ولا. انا من بعد صمت هذاك النهار، خلفته يعني قضيته بصح. من بعد تقلق وسقسيت يعني بزاف هنايا في الدويره ائمه قالوا لي عليك غير القضاء، بصح انا تقلقت. وعلاش؟ باسكو حسيت بلي هذاك ليكوغرافي ماشي السبب نتاعو مرض، ماهوش مرض.
شغل ندمت على كل حال، ندمت ان شاء الله ربي يغفر برك. مي ندمت بزاف باسكو ما كانش ضروره مرض باش كليت هذاك. واضح سيده مريم. هذا هو الله يبارك. نجاوبك جزيلا ويعطيكم الصحه بزاف على هذه القناه الله ينورك سيده مريم، ربي يحفظ ربي يطيب ايامكم. شكرا جزيلا. نبداو شيخنا حتى لا نطيل. اختنا حليمه من فرنسا، هل تستطيع الصوم أم لا؟ ورجاء أن تجمع سؤالها مع سؤال الحاج الأول. نعم، الأخت حليمة من فرنسا نقول لك أنت الآن صاحبة عذر. أنت صاحبة عذر. طبيبان مختصان قالوا لك بالإفطار، وانت لازم تشربي الماء لما ذكرتي من اسباب. باش ما نطولش نعطيو فرصه نجاوبوا جميع الاسئله، نقول لك ما تصوميش الاخت حليمه، وربي وتفدي هذيك الايام تقدمي الفديه، وكينتي وكل اللي صام. هذه خطاب موجه للجميع لاصحاب الاعذار. يقول لك يا اخي احمد الناس كامل صايمه وانا نفطر، ولكن فطرتي بعذر. أو الحاج يقول لك عندي سرطان برك. سبحان الله، الحاج أيضا عنده سرطان. يعني الجواب هذا للأخت حليمة والأخ الحاج، نقول أنت اللي عندك سرطان نقول ربي يشفيك، ربي على كل شيء قدير. وأنت الأخت حليمة أيضا ربي يشفيك. فطروا في رمضان، وقت هذيك الأيام تفديوها إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يجزي. إن شاء الله يكون عندكم الأجر كما أنتم وكما اللي صام كيف نسأل الله القبول. امين يا رب العالمين. عاود للسيده حليمه شيخنا نقول لها ما تصوميش. يا الاخت حليمه نعاود لك، يعني بناء على طلب الاخ احمد ما تصوميش، ربي يتقبل منك. خرجي الفديه اطعام عن كل يوم مسكين واحد يكفي، هذا يجزي وذمتك بريئه. اسال الله لك الشفاء. طيب شيخنا إذا سمحت لي سأترك قضية الجماعة وقضية الجمعة أيضا غدا، ولكن أريدك أن تجيب سيدة مريم من البويرة لاعتبار يتعلق بهل عندما شربت الماء، يعني أنا فهمتها كان شربا عمديا أم أنه مرضي؟ أخت مريم اطمئني تماما، أنت ما فطرتيش انتهاكا لحرمة رمضان. إنما الأعمال بالنيات، أكيد ما عندكش هذه النية. أنت صح درتي ليكوغرافي، هذه ماشي لسبب مرض ولكن سبب آخر مشروع. درتي ليكوغرافي وفطرتي وشربتي الماء ذاك النهار لأمر مشروع. إذا اطمئني تماما، وفليسكن قلبك ونفسك، واطمئني مادام قضيتي هذاك اليوم ما عندك ولا شيء. اطمئني، ربي إن شاء الله يفرحك ويهنيك. وهذا الندم اللي ندمتيه ما عنده حتى مبرر، لأن أنت ما انتهكتي حرمة رمضان. وسبحان احنا المسلم اللي ينظر لرمضان بهذه النظرة نتاع الهيبة ونتاع الاحترام والتقدير يساعده، ونقول لك يساعدك وربي يجازيك خير إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. طيب تبدأ مسألة نهار العيد اللي منحهم. نعم للأسف الشديد يا سي الحاج أخويا، ربي يهدي أئمتنا جميعا ويهدينا جميعا الطريق الصواب. يا عجبا نهار العيد الجمال نتاعو والخير نتاعو والبركة نتاعو كي نسمعوا التكبير جهرا، أو يقول لك ماهوش سني. سبحان الله، يعني ربي يهديهم. هذا واش نقولوا، ربي يهدي هؤلاء اللي راهم يعني يحرموا الناس من هذه العبادة، من هذه السنة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الخير الكريم، من هذا الجمال الشارم نتاع العيد. كي نسمعوا التكبير قبل ما نوصل المسجد وبعد الفجر مباشرة. تبعوا معنا في الحرمين الشريفين، في مكة المكرمة في المسجد الحرام، بعد الفجر بقليل يبدا الله يبارك بمكبرات الصوت سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ما شاء الله. ربي يهدي هؤلاء. وكذلك بالنسبه لحمل العصا، وربما الوقت اخي احمد يداهمنا غدا ان شاء الله. سنعود لهذين النقطتين الشيخ الحاج بنوع من التفصيل. شكرا لشيخنا فضيلة الدكتور سعيد بويزري، شكرا لكم على وفائكم. أنقل لكم تحيات الفريق العام، نلقاكم باحترام وحب غدا بحول الله. ابقوا على الخامسة قناة القرآن الكريم. السلام عليكم.